ملعوبة لصالح جواو بيدرو، ممتازة لعلي صالح، خطيرة عرضية أمام المرمى، فرصة سالم العزيزي. الله الله يا سالم، هدف جميل مبكر بالنسبة للإمبراطور الوصلاوي. يسجل الإمبراطور الوصلاوي في اللقطة الماضية بلمسة بارتقاء جميل كان على الجهة اليسرى، إرسال كرة عرضية حاول فيها سالم العزيزي. هل كانت بقدم سالم العزيزي أو بقدم المدافع في اللقطة الماضية؟ لكن الله، الكرة ما كان فيها وضعية التسلل. لاحظوا الخطوط، علي صالح هرب في اللقطة الماضية، أرسل كرة عرضية، بعد ذلك تدخل المدافع اللي سجل في مرماه، هو اللي سجل في مرماه. نعم، اللي كان واضح أمامنا في الصورة في اللقطة الماضية جواو فيكتور هو من يسجل في مرماه هدف صديق، هدف بنيران صديقة، وبالتالي يتقدم الإمبراطور بأول أهداف المباراة. سالم العزيزي كان يبحث ثلاث، بوبليتي، فابيو ديليما، سالم العزيزي، لا تعرف من أين يأتي الخطر في فرقة الإمبراطور الوصلاوي. تأييد كورة نيكولاس، الله 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 الله، هدف ثاني للإمبراطور، هدف ثاني لسياكا، هدف آخر شياكا يا سياكا. يسجل الإمبراطور الهدف الثاني ويتقدم في هذه المباراة. ضربة موجعة أخرى للإمبراطور في مرمى السماوي، شوف كيف وصلت نيكولاس، سددتها قوية تصدى طنحاني، لكن ما بعد ذلك كان هناك من يتابع، من يتربص بالكرة. سياكا سيدي بيه يسجل الهدف الثاني للإمبراطور الوصلاوي. مطالبة بوجود خطأ لسيل النوبي، هنا كرة ملعوبة عرضية خطيرة، الله الله الله، خلصوا الفارق برغم كل شيء، قادرين على الوصول لمرماكم يا إمبراطور عن طريق ماركوفيتش، يقلصون الفارق. تصبح الكرة 2-1، تصبح الآن المباراة 2-1. شوف اللقطة، شوف سيل النوبي كان هنا مطالبة بخطأ في اللقطة الماضية لسيونغ هيون، بعد ذلك لمسة ساحرة كانت من لوسامبا باتجاه ماركوفيتش اللي يضع الكرة على يمين حارس المرمى في اللقطة الماضية ويسجل هدف. بجماهير الدوري، بالجماهير التي كانت عاشقة محبة لأنديتها. هنا كرة ملعوبة خطيرة عرضية، الله الله الله، حكم المباراة هذه المرة لا يلغي الهدف ولا ألغاه. حكم المباراة لا يلغي. جواو بيدرو يسجل الهدف الثالث في هذه اللحظات. هدف ياتي لجواو بيدرو ليسجل في مرمى الأصدقاء القدامى، ويسجل هدف في غايات الجمال في مرمى بنياس. جواو بيدرو إذا ينجح في الوصول أخيرا إلى مرمى السماوي. شوف اللقطة، هل فيها شيء؟ شاهدنا لاعبي فريق نادي بنياس يذهبون لحكم المباراة، هل مرت الكرة؟ هل عبرت لعلي صالح؟ حتى الآن مو واضح إطلاقا بأنها عبرت بكامل محيطها بكاملها إلى خارج أرضية ملعب، لا على الخط تماما. أرسلها ممتازة جواو بيدرو، كان يتوقعها، لمسها، سجلها حتى وإن سجلها بصدره، المهم أنها دخلت المرمى، وبالتالي سجل جواو بيدرو الهدف الثالث لفريقنا الوصل. هدف ثالث للوصل في آخر ليلة من ليالي زعبيل، في آخر ليلة